السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله روتين جديد. انا ساره، اللي اول مره يشوفني انا ساره وبقدم روتينات. ان شاء الله النهارده روتين النهارده باذن الله عايزه اعمل لكم بقى. انا بحافظ على وزني اليومين دول فبعمل اكل صحي. فالنهارده هنعمل بطاطس مسلوقه واعملها بيوريه كده، واعمل جنبها فراخ مشويه. تمام. ودلوقتي تعالوا اوريكم بعمل ازاي الفراخ المشويه جنبها. بصوا انا بستعمل صلصه طماطم بدل الطماطم. اللي عنده طماطم يحط، انا ما لقيتش عندي فاستعملت صلصه طماطم. في بهارات جميله جدا اللي هي بهارات التكه، لو لقيتوها هتبقى تحفه جدا في الوصفه بتاعت الفراخ المشويه، تحفه. بس انا بصراحه كان عندي بهارات بطاطس فهستعملها برضو، بتطلع جميله. وفلفل ملح وبابريكا وبصلايه، وعندي هنا فلفل كان في الفريزر يعني متجمد شويه فهحطه وهخلطهم في الخلاط. بسم الله. دي الوصفه التقليديه خالص اللي هي بنعملها تتبيله الفراخ، وبزود عليهم شويه ميه بس عشان الكبه تتحرك، وهقفل بقى الكبه واشغلها. ودلوقتي تعالوا بصوا اهو التتبيله دي تحفه. وفي تتبيله كمان تانية ان شاء الله ابقى اشارككم بيها بالزبادي، بتبقى برضو بتطري الفراخ وبتبقى تحفه. هلبس جلافز بس عشان نعمل الفراخ واجيلكم. تعالوا دلوقتي هنتبل الفراخ اهو. بسم الله. هو المفروض ان احنا نسيبها من بالليل للصبح عشان بتبقى طبعا التتبيله بتدخل فيها اكتر جواها وبتدي نكهه احلى يعني، وبتبقى بتشرب التتبيله. بس انا هسيبها نص ساعه لان ما عنديش وقت دلوقتي. وبعد كده هنحطها في الاير فراير. في الاير فراير بتطلع تحفه. ممكن نفتح من هنا بسكينه، بس انا شايفه انها كده يعني متبله كويس. تمام. وهي كمان انها تقعد في التتبيله ده بيساعد انها تستوي بسرعه، كمان ما تاخدش وقت في السوا، لان بتستوي اللحمه يعني اكتر لما بتقعد من بالليل للصبح. دلوقتي تعالوا اقول لكم بقى على هي اسوأ نوع ممكن تجيبوه في القلايات الكهربائيه. بصوا القلايات الهوائيه، بصوا شايفين المنظر ده؟ مش اتساخات على فكره، لا ده هي بتصدي. فانا بقيت اخاف ان انا اغسلها عشان بتصدي اكتر. فانا دلوقتي مؤقتا يعني لقيت لها حل، انا بحط لها فويل في الارضيه، وبحط بقى الشبكه دي كده، وبحط عليها ورق زبده واشتغل فيها مؤقتا لغايه لما ان شاء الله قدام شويه ابقى اغيرها. بس هي ايه بقى؟ هي اسمها سوكاني دي من اوحش الماركات اللي ممكن تجيبوها، مش حلوه ابدا يا جماعه والله. وانا من الناس اللي بتحافظ جدا على حاجتها. بس هي ايه؟ بصوا ده كله صدى، مع ان انا محافظه جدا. فهي لا، وحشه جدا يا جماعه، ما انصحش بيها ابدا ابدا. انا بحط اللي هو الورق الفويل من تحت كده عشان اداري الصدى ده ما يأثرش على الاكل. ومش بحط على الفويل طبعا، بحط بعد كده الشبكه بتاعتها، وبنزلها. وبعد كده بقى بحط، يا اما بحط السيليكون دي لو في حاجه بسيطه هحطها، او لو ما فيش بروح فرد عليها هنا ورق زبده كده في الحته دي واشوي عليها. فده اللي انا هعمله النهارده ان شاء الله مع الفراخ. هحط ورق زبده واشوي فيها اهو كده. بحط ورق الزبده وبعد كده بحط الفراخ هنا بقى وبسويها. هي تسويتها حلوه جدا، مش وحشه بصراحه، عشان ابقى برضو صادقه معاكم. لا التسويه حلوه، فانا بسوي فيها الفراخ تطلع حلوه. بس المشكله بقى في موضوع الصدى ده. دلوقتي بعد ما نقعت الفراخ شويه هاخدها بقى واحطها في الاير فراير. بس جيبوا بقى بهارات التكه، بصراحه تحفه يا جماعه، هتلاقوها فتح الله ان شاء الله. بهارات التكه دي بصراحه جميله جدا، انا جربتها قبل كده في الفراخ المشويه، خطيره. انا على طول بعمل بيها بس ما لقيتهاش عندي النهارده، فاستعملت اللي هي بهارات البطاطس، برضو مش وحشه، حلوه جدا برضو.
وكمان بحط الصوص بتاعها بقى كله اهو، بصوا هحطه على الوش عشان تتشرب منه وتستوي بيه. بسيبها بقى حوالي ساعة، ساعة ونص، على حسب يعني، ساعة تقريبا او نص ساعة، وبكشف عليها وبعد كده بقلبها الناحية التانية عشان تاخد لون من الناحية التانية، فبتبقى جميلة. دلوقتي كده تعالوا بعد ما هي اخدت 40 دقيقة على النار، بصوا الشكل جميلة، بس طبعا من تحت لسه ما استوتش، فاحنا هنقلب دلوقتي، هنقلبها الناحية التانية. بسم الله اهو، بصوا من تحت لسه اهي بيضة زي ما هي، لسه ما استوتش. نكمل بقية كلهم. بقى كله كده ايه، بيبقى بصي من فوق واخد لون، بس ايه بقى من تحت لسه ما استوتش يعتبر، فلازم نديها تسويه كفايه. اديها 40 دقيقه كمان كده ان شاء الله، تبقى ان شاء الله كافيه انها نتاكد انها استوت يعني باذن الله. كمان في حاجه، خلي بالكم الورق الزبده ساعات لما بيبقى في الاير فراير لو حطيتوه طلع فوق يعني، كان فوق ايه حصل ايه. طيب لو الورق الفويل الورق الزبده مش الحاجه ماليه المكان، لا بيبقى عالي شويه، ساعات بيتحرق بقى في هو بصوا من فوق فيها زي الشوايه اللي من فوق دي، فبتحرقه، فخلي بالكم عشان حصلت معايا قبل كده. بس كده، وهرجعه تاني واظبطه ان شاء الله على 40 دقيقه تاني. ودلوقتي تعالوا بقى نعمل مع بعض البطاطس. بصوا انا بجيبها هي يا دوب سلقها، بصوا سخنه، لازم تبقى سخنه عشان تتهرس معايا بسرعه بسهوله يعني. البطاطس على فكره من الحاجات الجميله جدا، وكمان للمعده، الناس اللي عندها مشكله في المعده ممتازه للمعده، بتبطن جدار المعده يعني. لو خدناها ناخدها على الريق، بس لازم نسلقها مثلا قبل بيوم ونسيبها في التلاجة، كده فايدتها بتبقى اعلى. تمام. فدلوقتي اهو بصوا انا بهرسها، كل اللي بضيفه عليها بحط حليب، يعني بشوف حليب يعني يا دوبك، هي كوبايه صغننه دي على فكره خالص. تمام. بتبقى طريه وجميله بقى بالحليب كده، وبتحطوا معاها بقى كل اللي بحط عليها ملح وفلفل وزعتر اللي هو اوريجانو، ومعلقه سمنه واحده يعني على كل الكميه دي، اكيد يعني كذا نفر هياكلوها، فهيبقى حلو جدا بالنسبه يعني لما تتوزع السمنه مش هتبقى حاجه يعني. دلوقتي بقى خلاص عملتها مع اللبن كويس جدا، بصوا بقت ناعمه ازاي. بس كده واحط الملح والفلفل. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم حاجات صحيه كتير باذن الله الفتره اللي جايه. ومعلقه اوريجانو، معلقه سمنه كده محترمه. السخونه بقى هتنزل السمنه دي حرام يعني، بس خلاص كده سخونيه البطاطس بس. وبعد كده بقدمها بقى جنب الفراخ المشويه، بتبقى وجبه لطيفه جدا. ممكن تحطوا جنبها خس، عايزين سلطه يعني، اي خضار بقى، ومشبعه جدا على فكره يعني. البطاطس من الحاجات المشبعه. في ناس تاكلها بالعيش، بس انا بحس ان عيش بعيش يعني، نشويات هي نشويات كتير، فهتبقى عيش وبطاطس هيبقى كتير قوي، بس على حسب طبعا كل واحد بيحب ايه وبيفضل ايه. دلوقتي حبايبي تعالوا اهو، بصوا بقى الفراخ هي بتتكلم عن نفسها،
جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا اجرب معاكم اشوف قلبها مستوي ولا لا. تعالوا بسم الله كده نشوف. ما شاء الله تبارك الله اهو، بصوا مستوية مش فيها اي حاجة من جوه، مستوية وطرية وجميلة. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبتكم ان شاء الله يعني جربوها وقولوا لي، اكتبوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه. حطيت هنا، انا بصراحه حطيت هنا طبق، حطيت خس، حطيت شويه بطاطس، وهحط معاهم الفراخ. وبألف هنا وشفا للي هيجربها ان شاء الله.